فيلم النهاردة من نوع مختلف. بيبدأ فيلمنا بنشوف سفينة فضائي متجه لكوكب الأرض، بعدين بنشوف قبيلة من الفايكنج فالسفينة فالمحيط مليان جنود، وبتكون قائدتهم اسمها ملكة البحر أورسا ومعاها ابنها إندريس، وبيقولها إننا هنكسب دهب كتير من الحرب دي. فبتقوله إننا مش بنحارب عشان الدهب، بنحارب عشان ننتقم ونتقم للي قتلوا أبوها. وبتقول لابنها لو أنا ميت النهاردة انتقم ليا. وبعدين بنشوف سهام كتير وينتهي الحرب بفوز ملكة البحر أورسا على قبيله كريفيتش، وبيبقي واحد بس وبيكونوا رابطينه في الشجرة. وبتروح عليه وبتقول له أنت عارف أنا مين؟ فبيقولها أنت أورسا فايكنج البحار بنت راجنار. وبتقول له فين القائد بتاعكم اللي اسمه زورون؟ فمش بيرد، فبتجيب فاس وبتهدده وتقطع رجله. وبتقول له فين زورون؟ وبتعذبه. وبيقولها على مكانه فعلا، وبيقولها أرجوكي خليني أعيش. فبتدي أورسا ابنها إندرس الفاس وبتقول له اقتله أنت عشان تشجعه وكده. لكن السجين بيقول له أنت لو قتلت سجين أعدل دي مش أخلاق وكده، مش هتروح فالهالة اللي هي جنه يعني بعد الموت. وبيقول له أنا كمان هطلع لك في أحلامك وهطرزك ومش هسيبك. وبيخاف إندريس، فبتاخد أمه الفاس وحرفيا بتقسمه نصين وبتبص لابنها بخيبه. وبيمشوا كلهم وبنلاحظ المركبة الفضائية مختفيه وبتتحرك حواليهم. وبنشوف القبيلة قعدوا بتاكل بليل. وبتروح ام اندريس تكلمه وبتقول له انت كبرت كفايه عشان احكي لك قصه ابويا وانتقامي من زورون. وبتقول له ان زمان ابويا راجنار وقع تحت ايد زورو وانهزم، ووقتها راجنار قال له اقتلني انا وسيب بنتي تعيش، لكن زورون بيرفض وبيقول له لازم عيلتك تتعلم الدرس وممكن اخليها تعيش بشرط يا انت تقتلها وسيبك يا هي تقتلك واسيبها تعيش. وبيقولها راجنار اسمعي ويعلم على وشها بدمه. وبيقول له اسعى للانتقام، بياخد ايدها وبيحطها على السيف وبيخليها تقتله وهو بيقولها انتقامي ليه. وبتقول له أورسا لإندريس إن يومها ولع فقلبها شراره واللي يطفيها حاجه وحده بس وهي الانتقام. وبتتحرك النار لفوق وبنشوف فوق الشجر كائن فضائي مختفي بيراقبهم، وبيكون اسمه المفترس وبيكون متطور جدا وعنده سلاحه متطوره. بنشوف بعد كده القبيله تاني يوم اتحرك لمكان زورون ودخلت الحصن وقتلت كل الحراس وعماله تقتل. فبكل اللي يقابلها بقوه واخترافيه جباره، لكنها بتتخاصر فبيهجم بقية القبيلة معاها وبيساعدوها وبيقولوا الميراث كلها وابنها كمان يساعدها. وبيسان القتال بينهم بعنف، بيقتلوا كل الحراس بالدرع لحد ما بيوصلوا زورون وبتدخل أورسا بتقابله. بيظهر الكائن إنه وصل للمكان برضه وبتقول له أورسا أنا جايه عشان انتقم منك. بيتريق عليها زورون ويتريق عليها لأنها كانت جبانه وقتلت أبوها عشان تنقذ نفسها، وبيفضل يستفز فيها لحد ما ابنها إندريس بيقطع رقبته وبيخلص عليه وبتفرج أمه بيه. لكن فجأة الوحش الفضائي بيضرب إندريس خبطه قوية جدا بيرمي بعيد ويظهر للكل وبيكون مرعب جدا وقوي. حدا اللي بيقع قدامه بيكسره حرفيا، بيمسك كل الجنود بيقتلهم كلهم واحد واحد وبيومي عليه إندريس الرمح. فبيقرب المفترس عليه عشان يقتله، لكن أمه بتظهر بالدرع وبتضرب الكائن بتدافع عنه وبتخش في صراع مع الكائن وبتضرب. لكن الكائن بيستخدم قوته وبيض بها ضربه قوية ترميها بعيد وبيدمر المكان كله. وبتتزخلق أورسا من على التلج وبتقع وبتمسك نفسها لكنها برضه بتقع فالمية اللي مغطيها الجليد وببغمي عليها لكنها بتفرق تاني وبتيجي عشان تطلع وتنفس من فتحه. لكنها بنشوف الكائن فوق الجليد وهو بيدور عليها وبتكون قدامه لكنه مش شايفها لأن مش يستشعر غير حرارة الجسم. وبتشتغل أورسا ده وبتتحرك تحت المية وبتطلع بعيد وبتستخبي وري مركبه قديمه. الكائن بيدور عليها وبتكون أورسا تعبانه وبيكسر المركب وبتتحرك أورسا بكل سلاسه وبيكسر المفترس كل المراكب. وبتهرب أورسا وبتيجي من وراه وبتمسك هيل بسفينه وبتخبطه عليه لكن بتتفاداه وبيقع على التلج وبيقع الاتنين. وبتقوم أورسا وبنلاحظ إن الجليد بيتكسر فبتعصب المفترس ويشغل جهازه عشان يقتلها. فبتكسر أورسا الجليد وبيقع الاتنين مرة واحدة وبينغلق المفترس تحت وبتطلع أورسا لكنه بيمسكها وبيتصارع معاها تحت الماي وبيضربها جامد. أورسا بتحاول تكتفه وتهرب لكن بتفشل وبتاخد درعها وبيجهز المفترس الجهاز عشان يدمرها، بس أورسا بتصد الضرب بدرعها وبيترمي المفترس بعيد عنها على خطاف الهلب بيموت. وبتطلع أورسا بره المي خالص وبتكون أورسا مصدومه وبتتحرك بسرعه بفرق تاني عشان ابنها. لكن خلاص أندريس بيكون بيموت وبتكون أورسا حزينه وبيقولها أنت قتلت الوحش. بيموت إندريس وبتخزن أورسا جدا جدا عليه. بيتغير المشهد وبنشوف أورسا محبوسه جوه مكان وعلى رقبتها طوق كده ومعاها شخص من عصر تاني. يلا نعرف قصته. بنشوف ولد صغير يباني ماسك عصاية وبيتدرب مع صديقه كأنها سيف، بيلعبوا مع بعض كمان وبيبقى الاتنين أصحاب جدا. وبيجي المعلم وراهم وبياخدهم بيديهم كل واحد سيف ولازم الاتنين يواجهوا بعض عشان يتحدد مين هيبقى الساموراي بعده. وبيستعد الاتنين
لكن فجأة بطلنا بيرفض يقاتل، وصديقه لما بيشوف المعلم مش هيدي الجايزة لأي حد منهم ويرجعها بيهجم على صديقه بعنف وبيضربه وبيوقعه على الأرض وبيجرحه في وشه وبيسيبهم وبيهرب بعيد. فالغابي وبتكون قوة أورسا فزمن الفايكابمنج كانت الدرع، والزمن ده القوة هي قوة السيف. وبيجي بعد 20 سنة بيموت المعلم ويستلم الشاب التاني مكانه الحكم، وبيبقي الساموراي. وبنشوف شاب فلاح سمع الأجراس وجهز أسلحته وسيفه، وبتعرف إن ده بطلنا وراجع ينتقم. وبيجي الليل وبنشوف برضه مفترس. فالزمن ده بيراقب الكل وبيستعد، وبيتسحب البطل بتاعنا وبيهجم على الجنود بيشوفوا المفترس وبيراقبوا. بيبدأ البطل يقتل فالجنود، وواحد بيشوفه وبيوم الجرس عشان يختصر الكل، لكن مش بلحق وبيقتلوا البطل. وبيفضل يقتل كل اللي بيظهر له، لكن بيشوفوا جندي في برج ويرن الحرس وبيخضر الكل. والكل بيستعد، بيدخل البطل وسط قنبله دخان وبيضربوا الكل. بيقابل صديقه وبيستعد الاتنين، بيراقبهم المفترس وبيهجم الاتنين على بعض. وبنلاحظ ان تقريبا قوتهم متعادله كل ده، والكائن شايفهم وبيضوب بطلنا التاني، وكل واحد منهم يستخدم مهاراته. بيضربوا بعض، بيطلعوا فوق البيت ويهحموا بعض، حرفيا بيكون قتال عنيف. لكن بطلنا بيتفوق بكل جداره وبيتحاربوا بالسيوف، وبيفوز بطلنا وبيحط السيف عليه ولسه هيقتله، لكنه بيعملوا نفس الجرح اللي عمله ليه وهو صغير وبيسامحه. وبيكون الخشب اتكسر وبيقع صديقه من فوق الجبل بالغلط وبينصدم البطل لانه ما كانش عاوز يقتله. وبيكون هيمشي لسه، بس بيسمع صوت غريب وراه وبيقرب، فبيشوف صورة المعلم وانه كان السبب. بس بيظهر المفترس له وبيهجم عليه وبيترعب منه وبيهرب بسرعه. بيلاقي الجنود بره محاصرين المكان والوحش وراه، فبيستخدم قنبله الدخان وبيفتح الباب ليهم. فبيهاجموا عليه بس بينصدموا لما بيشوفوا المفترس هم كمان اللي بيقتلهم كلهم واحد واحد بكل سهوله. وبينصدم البطل من قوته وبينصدم اكتر لما بيشوفه وهو يختفي، وبيهرب البطل منه بسرعه والمفترس وراه عمال يقتل في الجنود. وبيقع بطلنا من فرق الجبل وبنشوفه مع أورسا محبوسين. بيظهر باقي أخو واحد اللي بيكون شاب صغير من زمن حديث وبيحكي قصته. بنروح للمستقبل وبنشوفه سايق عربيته مع أبوه وبيقف العربية بتتعطل في الطريق، وبنشوف أبوه بيصلح له العربية وبيقول له ابنه عاوز يكون طيار. فبيقول له أبوه يبقى لازم تعرف تصلح عربيتك ولازم يكون بينك وينهى علاقه وثيقه. وبيشجع ابنه عليا حلمه وبيزيله ورقه وبيقول له لازم بعد كده تنقذ نفسك. وبيقرأ الورقه بيعرف إن في أمر تجنيد ولازم يدخل الجيش. وبنعرف ان القوة في العصر ده هي الرصاص واللي سلحه وبيعدي الوفد. وبنشوف الشاب بيصلح طيارته وبيقول له القائد لو عرفت تصلحه هسمح لك تطير بيها. وبيفرح وبيجربها لكن بيفشل وتبوظ تاني، وبيقول انا مش ميكانيكي انا طيار. فللقائد بيقول له ان الطيار لازم يكون جزء من طيارته. وبنسمع الانذار وبيجي الجنود مصابين وبيقولوا ان في حاحات غريبه فالسما بتستقاض الكل. فبيأمر القائد توريس انه يفضل هنا ويصلح الطيارات، وبياخد الجنود عشان يحارب الطيارات الغريبة. وبيصلح توريس الطيارات لكن بيكتشف خطاف غريب فالطيار حديد من نوع غريب أصلا وبيشتغل بالغلط. لما توريس بيحط عليه حراره وبينطلق خطاف وبيسحب محرك الطيار وبينطلق في السماء. وبنشوف طيارات السماء وهي بتحارب العدو، وبيظهر أي باقي إن المفترس معاهم. فالسمكة كان ومحدش عرف. ولما توريس بيحاول يشرح للقعدة هناك إن في حاجة تانية فالسما غير طيارات العدو محدش بيصدقه وبيقولهم لازم نبعد حد يحذرهم. فبيقولوا ان الاتصالات معطله ذاك للطيارين هناك. فبيقرر توريس انه هو اللي يروح وبيدخل طيارته وبيستعد وبيبقي مؤمن بيها وبيفتكر كلام ابوه وبيجهز وبينطلق. وكانت الطياره هتقع في المية لكن بيستعيد توريس تركيزه وقوته وبيطير بيها. وبنشوف الجنود نجحوا انهم يهزموا العدو وبيروح لهم توريس وبيحضرهم، لكن محدش منهم بيهتم بكلامه خالص لحد ما المفترس بيبدأ يهجم عليهم وبيدمر طيارات منهم. وبتظهر لهم السفينة الفضائية وبيهربوا منها وبتجري وراهم وبتدمر طياره منهم. وبيحاول توريس يصعز لكن دراع الإطلاق بتنكسر وبيستمر المفترس في تدميرهم وبيولع جناح توريس. فبيثبت الطياره وبيخرج عشان يكسره وبيعلق نفسه عليه الجناح والعجله بتتحرك. الطياره بتميل بس توريس بقى يقدر يرفع ريشه الجناح ويعدل الطياره والوحش بيهجم بس للقائد بيدافع عنه وبيدمر الوحش طياره كمان بالشبكه. وبيقدر توريس أخيرا يرمي الموتور قبل ما الوحش يصيبه وبيصيب الوحش المطور المولع ده. وبيفهم توريس إنهم مش بيشوفوا الحراره وبيقول للقائد والقائد بيقول له نعمل أيف. بيقول له توريس نطلع فوق والحراره هتقل وهنختفي عنه، لكن المفترس يقرب منهم وكان هيدمرهم. فالقائد بيقرر يضحي بنفسه وبيقول لتوريس اقتل الوحش ده.
وبيدمر الوحش القائد اللي بيوفر وإن لتوريس عشان يختفي في السماء ومش بيشوفه فعلا. وبينزل توريس من السماء ورا الوحش وبيصوب عليه تصويبه قوي بتدمر جزء، وبيروح الوحش وراه وبينزله أراضي العدو، وبيفضل الوحش طاير وراه وبيصوب عليه، وبيروح توريس ناحية الغام العدو عشان أفجر الوحش، وبينجح فعلا وبيصيبه تاني، وبيخلي توريس بذكائه طلقات العدو تصيب المفترس وبيقع، وبيفرج توريس جدا. لكن بيظهر الوحش تاني وراه ومش بيكون توريس عارف يعمل لي، وبيفتكر كلام أبوه وبيبظى يزود للوقود عشان يفجر الطياره، فالوحش وبيفك الحزام، والوحش بيطلق الخطاف اللي بيسحب الطياره، فبيشغل توريس المنطاد وبيرمي نفسه وبتنفجر الطياره في المفترس وبتدمره، وبينجح توريس أنا يغلب الوحش وبيطلق أشاره الإنقاذ عشان يحوا ينقذوه. بعد مده بنشوف توريس في الورش بتاعهم بيصلح عربية وبيسمع صوت بره، فبيخرج يشوف فيه ليه، وبينصدم لما بتشغل كشافات سفينة فضائية وبيوجهوا سلاح عليه وبياخدوه معاهم. وبنشوف توريس بعد سنين كتير خارج من أنبوبه تجميد وبيكون لسه صغير، وهنا نفهم ازاي بياخدوا من كل عصر شخص وبيفضل عايش، وبيجي مفترس وبياخد توريس معاه وبيوديه عند أورسا والياباني. وطبعا توريس مش بيكون عارف يتفاهم معاهم، وبتفتح الأبواب وبيخرج التلاتة وسط الوحوش ووسط أصوات هتلفات عليه. بيخرجوا بره بيلاقوا نفسهم عليه كوكب تاني خالص مليان فضائيين من نوع المفترس، وبيظهر القائد بتاعهم كلهم وبيتكلم معاهم وبيفهموه بسبب الأطواق اللي بتترجم، وبيقولهم أنا لو حد فيهم حاول يهرب أو رفض يطيع أمره هيفجروا بالطوق، وبيفجر واحد قدامهم وبيجيب ليهم مسلحه كل عصر زاحد منهم زي فاس لورسا وسيف للياباني ومسدس قديم لتوريس. ولسه هيقول لهم توريس ده مش من العصر بتاعي، حتي بتهجم عليه أورسا وبتضربه ولسه تتقتلوا، فبينقذوا الياباني وبتهجم أورسا عليه وبيحاولوا يفهمها إنهم مش عاوزين يتقتلوا، وبيقواهم توريس إن السفينة الفضائية اللي هناك ممكن أخدها ونهرب فيها لمن أورسا مش بتسمع ليه، وبتهجم عليا الياباني وبيلاقي توريس الرصاص وبيحاول يحشي المسدس، لطن بيظهر لهم وحش عملاق فجأوا وبتكون أوسا نازله ضرب في الياباني ووقعت سيفه ولسه هتقتله، فبيضرب توريس بالنار عليا سلاحها وبيوقعه، ولما بتبص عليه أورسا بتشوفه كأنه ابنها وبيصعب عليها وبتهدي، وفجأة الوحش بياخد توريس وبيبلعه، فبتضايق أورسا بتجيب الفاس وبتطلع تقتل في الوحش، وبيكون توريس لسه جواه متبلعش وبيلاقي سلاح فبيضرب في بطن الوحش من جوه، وكمان الياباني بيساعدهم وبيهاجموا وبيقتلوه وبيقطعوا بطنه، وبيكون توريس لسه جوه، وبيجي الوحوش وبتاخد اوحش ترميه بره ومحدش يعرف ان توريس عايش، وبتكمل أورسا ضرب مع الياباني اللي بيقدر يمسكها وبتقول له اقتلني عشان اروح لابني فالهالة، لكن الياباني بيرفض وبسيبها، وكمان أورسا بترفض تقتله، فبيقرر القائد أنع يفجرهم وبيضغط الزرار والإنذار بيشتغل ولسه هينفجروا، لكن كل حاجة بتوقف فجأة وبيدخل توريس وبيفكلهم الأطواق كمان وبياخدهم علي عربيه وبيهربوا، لكن بيقعوا عن القائد وبيدخلوا معاه فصراع، لكنه بيكون قوي فبيتعاونوا سوا وبيبدأوا يضربوا فيه، وتوريس بيحاول يطير بالسفينة وبتقدر أورسا والياباني يضعفوا للوحش، بس بيتعصب وبيقوم وبيضربهم جامد وبيمسك الاتنين ولسه هيقتل الياباني. توريس بيحرك السفينة ويوقعت الوحش وبتمسك أورسا الياباني وبيطلعوا على السفينة، فبيقوم الوحش تاني وبيجيب الرمح وبيصوب عليهم، فبينقذ الياباني أورسا وبياخد الضرب اللي بتقطع دراع، بس أورسا بتشيله وبتاخده للسفينة وبيهربوا، لكن الفاضئين بيرموا خطاف وبيمسكوا السفينة وبيسحبوهم، وبتقرر أورسا إنها تنزل وتحررهم وبتقولهم انتقموا ليا، وبتنزل أورسا على السلاسل وبتدمر جهاز اللي فيه الخطاف وبتحررهم، وبتقول له مش هسمح لحك يأذي أولادي، وبيهرب توريس والياباني وبيقولهم القائد يلا نذهب نصطاد، وبنشوف الوحوش وهم حاطين أورثا في صندوق ومجمدينها عشان تفضل عايشة لسنين بتكنولوجيا فضائية، وبتيجي المفاجأة إننا بنشوف آلاف الصناريق محبوس فيها بشر تانيين، وبيجي الكاميرا عليا واحدة منهم فيها بنت كده شكلها قوي، والواضح إن في جزء تاني قوي. ولحد هنا يا صديقي بينتهي فيلمنا، ومتنساش تعمل لايك لو الفيلم عجبك وتشترك في القناة عشان يوصلك الجزء الجديد أول ما ينزل. وسلام.